بلاقي شوية معارضة من بعض الناس، والحقيقة انه بيبقى السبب انه لا اصل احنا ما بنعرفش نكتب. ناس كتيرة بتستهون بحكاية الكتابة، وكتير من الستات او الناس اللي بقابلهم لما بقول لهم يعني ازاي الكتابة ممكن تعمل صحصحة لأفكارنا وفعلا تنقلنا لحالة وعي كده ويقظة وانتباه للي بيحصل لنا، وتحصل لنا كده حالة من الهدوء والسكينة بسبب الكتابة. يا جماعة أنا مش بكلمكم عن هواية، مش بكلمكم عن إنكم تطلعوا إبداع. الكتابة اللي بنقول عليها الإكسبرسيف رايتنج أو الكتابة التعبيرية هي حاجة أساسية لأي حد عايز ينقل نفسه ويطور نفسه أو يكتشف حاجة في نفسه أو يفرغ مشاعر متقلاه أو حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بالتطوير، بالتحسين، بالعلاج، بالتعافي، بالصحصحة، بالوعي. يعني شوفوا كل ده الكتابة ممكن تعمله، وقولوا لي إذا كان الكلام ده ينطبق عليكم ولا لأ. فكرة أصلا أنا تايه متلخبط مش عارف أرتب أفكاري، رجالة أو ستات، سواء في الجلسات اللي أنا بعملها سواء في ورش العمل، الكتابة دايما عندي هي أداة من الأدوات الأساسية والمهمة والفعالة في مسألة إنه الواحد يبدأ يشوف هو عايز إيه. الكتابة هي عملية تنظيم بطريقة ليها خطوات، والخطوات دي أنا بشتغل عليها دايما. إزاي نكتب، ازاي نعبر، امتى الكتابة بتبقى كتابة حرة، امتى الكتابة بتبقى كتابة منظمة، ازاي نمسك فكرة او ملف ما في دماغنا ونبدأ نفككه، ازاي نطلع من الفكرة افكار تانية صغيرة مستخبي وراها شيء ما معطلنا، او نبدأ نتكلم عن مشاعرنا ونكتب المشاعر دي ونفرغها بطريقة ما. طبعا انا كل ده ببقى معاكم فيه خطوة بخطوة علشان نكتشف ايه الفكرة اللي سيئة او محرضة لهذا الشعور اللي ملخبطنا، اللي احنا مزنوقين فيه، اللي احنا حاسين انه دي حقيقتنا، ولكن هو الحقيقة حاجة ممكن بس كده نظبطها ونصنفرها ونكتشف أبعاد تانية حلوة قوي قوي فينا، سواء من نقط قوة، سواء من مشاعر محتاجة انها تطلع احنا حابسينها جوه يعني سجن كده الكتابة هي أداة مهمة جدا لأي حد عايز يحسن، عايز يستقر، عايز ينظم أفكار، عايز مشاعره تهدى. الكتابة الكتابة الكتابة. إن شاء الله في ورشة عمل قريب عن الكتابة هبعت لكم التفاصيل، وقولولي مين لما بيحس إنه في حاجات متقلاه أو أفكار ملخبطاه بيلجأ للكتابة.